أنا ملك العزيز، عمري 21 سنة، طالبة جامعية وصاحبة مشروع أعمال يدوية. صار لي تقريبا 5 سنين بهذا المجال. يلي نمى موهبتي وحببني بهذا المجال هي كانت ماما. من إحنا وصغار كنا نشوفها تشتغل بالصوف، هيك تعمل لنا أشياء على إيدها، فشوي شوي أنا حبيته هاي الفكرة، ولما كبرت وفتحت فيها مشروع. كان إحنا هيك بفترة الشباب وكل شي نحن مرينا فيه بظروف الحرب والاقتصاد، حبيت إني أعمل شي هيك مفرح، شي جديد لحياتي وإنه أنشره للعالم. فمن هداك الوقت أنا قررت أفتح الصفحة على الإنستغرام وأبلش أنشر فيها شغلي. من أول فترة بدايتي كان في كتير إقبال على هذا الشغل لأنه كان جديد للمنطقة. التحديات والصعوبات اللي نحن واجهناها دائما أنا أحكيها إنه نحن وصغار كل شيء تعلمناه بالمدرسة وبالحياة ما كان كافي ليخلي عند الشخص أو ينمي عند الشخص قدرة إنه شلون يفتح مشروعه وشلون ينمي البزنس الخاص فيه، طريقة إنه يجمع رأس المال. فهاي كانت من أكثر الصعوبات اللي أنا واجهتها، ومن الشغل ومن الأخطاء اللي أنا عملتها أنا تعلمت هذا الشيء. بعدين أنا دخلت فرع بالجامعة هو علوم إدارية ومالية. من حبي لشغلي ولأطور منه أنا دخلت لهذا الفرع، فكانت كمان تجربة كتير حلوة. حابة أحكي لكل الشباب إنه ينموا من المواهب يلي عنده، إنه يحاولوا يخطوا الخطوة الأولى اتجاه أحلامه، يعني لا يضلوا قاعدين ومستنيين الفرصة إنه هي تجي، لا بالعكس نحن لازم نتعب، لازم نسعى لحتى نصل للهدف اللي بدنا إياه.